دايما كنت بسأل نفسي هي الناس الناجحة بتبتدي يومها ازاي؟ أكيد مش بتيك توك ولا فيسبوك ولا نوتيفيكيشنز. أول ما بنصحى من النوم بتكون الموجة اللي شغالة في مخنا هي موجات الثيتا ويفز، ودي زي ما يكون باب مفتوح على عقلك الباطن. فأي حاجة بتخش مخك بتقراها بتسمعها بتتكلم فيها أول ما بتصحى من النوم بتأثر على يومك بشكل مباشر. الموجات دي بتخلي مخنا على استعداد لتقبل أو التأثر بأي حاجة. فتخيل كده يا صديقي ان انت اول ما بتصحى من النوم بتقوم ماسك موبايلك تبص على نوتيفيكيشنز، تقرا رسائل واتساب، او تبص على اي حاجة على موبايلك. لو انت قريت خبر سيء، شفت حرب ما، شفت اي حاجة من على الفيدز ما بسطتكش او سببت لك نوع من القلق والحزن، ده هيأثر على مودك طول اليوم. تخيل يا صديقي ان اغلب الناس الناجحة زي الرياضيين او رجال الاعمال اللي عندهم ثروات طائلة بيبتدوا يومهم اول ساعة في اليوم بشوية تأمل، شوية صلاة، شوية رياضة، دش ساقع، شرب مية لجسمهم. محدش فيهم بيمسك الموبايل أو يرد على الإيميلات أو يبص على نوتيفيكيشن في أول ساعة في اليوم. إحنا بقى معظمنا بنعمل إيه؟ أول ما بنصحى من النوم بنقوم ماسكين الموبايل، الساعة كام؟ أنا محتاج أنام شوية كمان ولا لأ؟ وابتدي أبص أشوف مين بعت لي إيه، مين رد عليا، مين عمل لايك للبوست بتاعي أو الفيديو أو الريل بتاعتي امبارح. ودي حاجة مش صحية خالص. حاول يا صديقي تبدأ يومك بشكر، بجراتيتيود، بحاجة بسيطة، بتأمل، بصلاة، بإن إن شاء الله اليوم هيبقى جميل والدنيا كلها هتعدي. صدقني أكيد هتفرق معاك. لو نجحت يا صديقي إنك أول ساعة في اليوم ما تمسكش فيها الموبايل خالص، هيفرق معاك جدا في مودك وفي طاقتك على مدار اليوم. جرب من أول بكرة وقول لنا في الكومنتات اليوم فرق معاك إزاي.